على الوش يطلع منظر العظمه اللي انتوا شايفينه ده. الحته دي خطفت قلبي بقى بطريقه مش طبيعيه. بدات باول كريب وهو كريب المشكل لحوم. انا اقول لك بقى ده محشي ايه بالظبط غير السيحان اللي انتوا شايفينه من على الوش ده. وده بيبقى محشي صدق ولحمه مفرومه وبسطرمه وجبن من جوه، والفينش بقى جبن من على الوش. دخلت على تاني حاجه وهو كريب الكريسبي اللي متغرق في الجبن والحركات. هو نفس الحشو، بس الفرق اللي ده كريسبي ومتغرق اكتر في الجبن والبسطرمه والخضار، وحاطين عليه صوص باربيكيو من جوه. انا ابتديت اقول ود كده غرقت فيه الصراحه من كتر جمال المطه اللي كانت مش طبيعيه. وده كان لازم يقول عليه فعلا ليفل الوحش. اخر دلع بقى ختمت بيها وهي الفراخ بتاعه الراعي والكيان. عارفين انا ما كنتش عارف اصور وادخل المطبخ من كتر الزحمه اصلا. وهنا اقتنعت ان ده افخم ومكان كنز في اسكندريه تاكل فيه اي حاجه ممكن تتخيلها. هو مطعم الراعي والكيان فرع السيوف. صلي على النبي كده، واول منشن وتاني منشن من صحابك عزمك على المكان ده. عنوان بقى دوران السيوف كده يا باشا. اتحدى اي اسكندراني يعرف المنطقه دي فين بالظبط ويعرف المحل ده فين بالظبط اصلا. حبيت كمان اصور لكم المنيو. ما تنسوش لايك وحركه الاكسبلور وصلوا على النبي.